سلام الله عليكم مستمعينا الكريم، اهلا وسهلا ومرحبا الى هذا الفضاء الفني الذي نلقاكم فيه مستمعينا الكريم هذا الصيف، ونتحدث فيه عند طبعا كل ما جلس به قرائح فنانين في جزائرنا الحبيبه. إذا مستمعينا الكريم في هذا العدد الجديد والمتجدد مع برنامجنا الفني الذي نستضيف فيه في ساعتنا الفنية كل يوم وش فني جديد، يسعدني أن أستقبل في بلاطو إذاعة سيدي العباس الفنان فرجاوي البغيل. أهلا وسهلا ومرحبا فيك سيدي الكريم. يعيشك الله ويحفظك إن شاء الله. مساء الخير. إذا فرجاوي جانا من بلاد عزيزة علينا وهي بسكرة، اللي نحييوك ونحييو الناس بسكرة كلهم من خلالك. ميرسي بارك الله فيك، ان شاء الله حتى الناس بسكرة راهم يحيوكم ويسلموا عليكم بزاف. شكرا لك، يعطيك الصحة. طبعا هو مغني في فئة الراي وغنى أغاني كثيرة طبعا موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي على غير اليوتيوب وغيرها. هو حب كذلك يجرب ربما أغنية العباسية، لأن الحديث عن أغنية الراي هو الحديث عن أغاني وطبوع كثيرة وعلى رأسها طبعا الأغنية العباسية. أنا حبيت أولا قبل كل شيء حتى هنا الناس في الغرب الجزائري وفي سيدي العباس بالضبط يتعرفوا على السي فرجاوي. أولا سؤالنا بسيط أولي فني في البداية ككل عادة، شكون هو السي فرجاوي في الجانب الفني طبعا؟ السلام عليكم. السلام مرحبا. فرجاوي فنان من ولاية بسكرة، يعشق طابع الراي. بديت الفن هذا صافي لونطون، ماشي من بركة، يعني شحال من سنة؟ صافي لونطون في الصغر 14 لأن نعشق فيه بعد الفن إلى حد الساعة حتى 2011 جات لي الفرصة وسجلت وكتب روحي دي بارول وتسجل. يعني قبل نرجع شويه لعجله الزمن، يعني بدايتك الاولى لما تقول لي 14 سنه وبديت في اغنيه الراي، وشكون هو الفنانين اللي تاثرت بهم في البدايات الاولى اللي كنت تسمعهم وتحبهم، يعني لما تسمعوا تقول هذا هو اللي نحب نوليه، هذا هو الفنان تاعي؟ نسمع في التسعينات كان هذاك الوقت الراي تاع زمان، باينين الفنانين تاع الراي تاع زمان، كاين خالد، كان المغناوي، كاين الفنان العباسي تاع قبلنا، لي شونتور تاع قبلنا، شيخنا عامي وادريس هذو هما. مين كانت الاشاره تاع الراي؟ طبعا كاين فيه واحد الحلاوه واحد الراي خاص. يعني البدايات الاولى، يعني لو كان نتذكروا يعني اول اغنيه غنيتها ولا حاولت تغنيها ولا اللي عاودتها ولا كتبت لها لي بارول، ولا كانت واش اللي دخلت على خاطر الاستوديو غنيتها اول اغنيه؟ اول اغنيه هي تاع نبقى صديق مطلقا. هذه اغنيه انت كتبها، يعني بديت بالجديد مباشره؟ سبت روحي ضمن عندي وانا واحد رابر هو اللي بارول جا وانا اللي بارول جاي. هو كان يرابي وانت تغني راي. يعني هو اللي كان صاحب الفكره. وهذا ستيل ربما ظهر في ذيك الفتره، يعني كان راب راي، يعني كاين يرابي وكاين يغني راي، والاغاني كانت ناجحه انذاك في ذاك ستيل وذاك الطابع. ما جربناها في ولايه بسكرة، مازال ما خرجش ديو راب راي. وجات لي الفرصه مع واحد الرابر عجبته قال لي تروح تغني معايا. هو ثاني بسكرة؟ هو ثاني من بسكرة. غنيت معاه وجربتوها، وكانت ربما اول تجربه في ولايه بسكرة هذا النوع من الفن. راب راي. يعني لو كان سقسيك في ولايه بسكرة، في ناس تسمع راي وفي ناس تغني راي على غرار ربما الفنان فرجاوي؟ في ناس تعشق الراي في ولايه بسكرة، مش غير النية ولا يعشقوا فيه. وكاين اللي يغنوا الراي تما، كاينين مواهب شابه، كاين رجال والله يدير الله يدير عندهم لاغوا. ماشي الا غالب جا في الصحراء ما مش في بلادها، لكن يخصو يتعب باش نفس الشيء كما واحد مثلا في بالعباس يحب الاغنيه الشويه ويغنيها. يخصو يتعب، يخصو يروح المكان للسونتر ثم. وسي فرجاوي اللي جا للسونتر. انا جيت للسونتر. انا حبيت نكتشف الاغنيه العباسيه، سر الاغنيه العباسيه. نعم. ماشي كما نقولوا الاغنيه تاع الراي. دركا الاغنيه تاع الراي كل واحد يقول لك الراي تاعي. انا تعجبني الاغنيه العباسيه، حبيت نكتشف السر تاعها وجيت عالم اخر. يعطيك الصحه. اكتشفت باللي الناس كل فنانين، الناس كل تضرب جيتاره، الناس كل تضرب سانتي. يعني الناس مبروشيه. يعطيك الصحه سي فرجاوي. نسمع اول نغم معنا في برنامج ساعه فن لفناننا فرجاوي البغيل اللي جانا مباشره من بسكرة للتعرف اكثر على اغنيه الراي. نستمع ثم نعود.
رايحين نحكوا الأغنية شغلة مسجلة أغنية غنحكوا شوية من بعد نحطوهم بون الأغاني دوك غادي نحكوا اللي جيت سبيسيالمون راح تغنيهم هنايا تحكينا على ظروف العمل هنا في مدينة سيدي العباس جيت عند من كيفاش